مشاري من أقصى القرشيات يجي ما أنا الله يوفقه ويوفق الحاضرين. وين القرشيات؟ واحد كان يجينا من بني سعد، الإنسان يتعب ويمل، والحمد لله الآن نجد هذه ريحت الناس. كثير طلاب يقول كأننا عندكم نسمع الكلام نسمع الدروس ونتابعها، وإذا فاتتنا في واحد لواء والله كان مرة من أخويانا يقول أسمعها كلها، وإذا هو في البر عنده إبل، وإذا فاتتني ألقاها مسجلة أقعد على الوقت اللي أبغاه وأسمعها. هذا فضل. يقول شيخنا بن باز يوم شاف الكسر شريط، خليك احنا في المسجد صفوف وراء بعضها. كان شيخنا بن باز يقول لما جاء شريط الكسر الأول ما هو بشيء، الحين مع التقنية هذه ما هو بشيء، يقول لو حضرنا هذا الشريط وعرفناه في وقتنا كان رجحنا 100%. نسمع من الشيخ ابن إبراهيم مسجل، احنا ما عندنا مسجل، يسمعون بذانيهم وعميان. هو أعمى وعبد الله بن حميد أعمى، علماء المملكة نجوم المملكة في القرن هذا صاروا ما يشوفون شيء، لكن الله فتح قلوبهم وعلمهم. بس يسمع ولا يقدر يكتب يقول لو شفنا الشريط الأجهزة هذه سجلنا كلام الشيخ كله، وإذا رحنا عدناه، لكن الله عرف نياتهم وعطاهم. كيف شاف الأجهزة هذه؟ أنا كان عندي مكتبة كبيرة ولا تزال مكتبة، وإذا بغيت أبحث أعطوني أكتب فلاني وش أكتب فلاني وأتعب. الحين بس يا ولد يا بنت وش قال ابن باز في المسألة هذه؟ طق قالت ولا يتكلم ثاني يسمعها الآن. شوف الخير إذا من استخدم الإنسان في الخير. نعم.